صباح الخير البنات، كنتمنى تكونوا كلكم لاباس عليكم وعواش راكم مبروكه. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد على قناتي وصفات زايد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه ديالي في الخبز ديال التريد او المسمن ديال الرفيسه. هنا كنحتاجو للطحين الابيض رقم 1، كنضيفو عليه شويه الملح، وايضا كنضيفو الماء عادي، وكندلكو العجينه مزيان وكنخليوها ترتاح. من بعد ما ارتاحت العجينه مزيانه البنات، كنبدا كنقسمها على شكل كور صغيره وكنحطها في صينيه انا دهنتها بشويه ديال الزيت. كنشكل العجينه كلها على شكل كور صغيره. طريقه سهله بزاف البنات، يعني ما كتبغيش بزاف ديال المجهود ولا بزاف ديال يعني المقادير، غير الطحين والماء والملح فقط. في هذا الفيديو البنات انا غنشارك معكم غير الجزء الاول ديال الرفيسه. هذا الفيديو غنحط لكم فيه غير الطريقه ديال الخبز، والفيديو الثاني غادي نشارك معكم فاش بهرت الدجاج، يعني ملي شرملت الدجاج ديال الرفيسه والصوص ديالها وداكشي الاخر. يعني انا قسمت الفيديو على جزئين، الجزء الاول والجزء الثاني. بعد ما كملت العجينه قسمتها كلها كور صغيره، كنبدا كنحط كره فوق كره، وكنبدا ندلكها بيديا كما كتشوفوا فوق سطح العمل. انا دهنته بالزيت، وكنبدا كنطلق العجينه مزيان كما كتشوفوا. هذه الطريقه يا البنات سهله بزاف، يعني بدل ما كنبداو نطلقوا يعني العجينه وحده بوحده، هنا كنطلقوا جوج وهذه الطريقه اللي دغيا كنساليو فيها. هذه طريقه سهله، يعني كنطلقوا جوج وفي نفس الوقت كتكون الورقه رقيقه بزاف، حيت بدل ما كنطلقوا غير ورقه واحده كيكونوا جوج ورقات، يعني كنطلقوهم وكيجيو رقاق حتى كنبداو نشوفوا يعني الرخامه ديالنا كتبان في العجينه، يعني حتى كتولي الورقه شفافه. كما كتشوفوا كندير وحده فوق وحده، غير كنكون دهنتهم مزيان بالزيت باش ما يتلصقوش لينا ملي يطيبوا. كما كتشوفوا هنا انا رققتها مزيان. في هذه الاثناء انا كنت سخنت المقله مزيان، رشيت عليها شويه ديال الزيت، وكنبدا كنحط المسمن ديالنا. ملي كيبدا يطيب كنقلبوه على الجهه الثانيه. وكاينين البنات اللي كيديروا وحده فوق وحده، حتى هي طريقه مزيانه، ولكن انا جاتني هاد الطريقه سهله بزاف، يعني جوج دغيا كتسالي وكيجي يعني الخبز ديال المسمن رقيق بزاف، يعني ما كيجيش غليظ. كما كتشوفوا البنات، شفتوا الورقه والورقه راه ما كيتلصقوش، راه كتبقى يعني ملي كطيب راه كتحل. والافضل انكم تحلوهم وهما باقي سخان، يعني ماشي حتى كيبرد المسمن ديالنا، يعني غير كنهزوها من المقله وكنحلوها.
وهنا البنات باش نسالي دغيا انا شعلت على المقلاة بجوج باش دغيا نكمل الكميه اللي عندي ديال المسمن. كنستمر على نفس الطريقه حتى كنسالي العجينه كلها اللي عندي. كما كتشوفوا البنات كيطيبوا راه كيبانوا محلولين، ما كيتلصقوش، غير دهنوهم مزيان بالزيت من الفوق ومن التحت كيجي ساهل. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه وكنتمنى تعجبكم كذلك. وبالنسبه للبنات اللي مازال ما اشتركوش في القناه كنتمنى تدخلوا دابا 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 تخليوا لي اشتراك وتخليوا لي لايك وتعليق زوين فضلا، باش ان شاء الله نشارك معكم فيديوهات اخرى جديده ومتنوعه باذن الله. وملي ساليتها البنات بالنسبه للتقطاع هنايا كاين اللي كيقطعوا بالمقص كيلف المسمن وكيبدا يقطع بالمقص، وكاين اللي كيقطع بالموس بحال الطريقه هذه اللي انا كنقطع بها. المهم يكون الموس ماضي وكنبداو نقطعوا المسمن ديالنا على شكل خيوط طويله كما كتشوفوا. وهنا بعد ما قطعته وساليته البنات كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، راه رقيق بزاف، كتجي فيه رفيسه زوينه بزاف. هذا هو الجزء الاول البنات، تسناوني في الجزء الثاني باذن الله.